السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة انا مش هتكلم عن أداة جديدة او تطبيق معين، لكن هنتكلم عن التحول نفسه اللي بيحصل في وظيفة ال HR، عن ازاي مدير ال HR ممكن يبقى شريك استراتيجي حقيقي وال AI عامل مساعد كبير. انا خلال الشهر اللي فات قريت اكتر من 10 تقارير من AI HR وشيرم وإرنست يانج وفوربس وميرسر وتقارير تانية كتير، واللي اكتشفته كان فعلا صادم. في تطور رهيب حاصل في طريقة اتخاذ القرار جوه الشركات، وإن ال AI بقى جزء أساسي من عملية التفكير الاستراتيجي، مش مجرد أداة مساعدة. فجهز فنجان القهوة لأن الحلقة دي محتاجة تركيز عالي جدا، ويلا نبدأ. زمان كان دور مدير الموارد البشرية إداري بحت، مسؤول عن التوظيف، المرتبات، اللوائح، تقييم الأداء. لكن دلوقتي الوضع اتغير تماما. حسب تقرير AI HR الأخير إن ال HR leader في 25 بقى واحد من أهم صناع القرار في المؤسسة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مش بس بيشغل النظام، لكن بيقدم رؤى استراتيجية مبنية على تحليل البيانات. بيجاوب على أسئلة زي مين محتاج تدريب، مين ممكن يسيب الشركة قريب، وإزاي يوفر التكاليف من غير ما نأثر على الأداء. فال AI هنا مش مجرد أداة تنفيذية، لا ده بقى مساعد استراتيجي بيحول الأرقام لرؤية تنفع في قرارات الإدارات العليا. مثلا تقرير ديلويت وضح إن أكتر من 73% من الشركات الكبيرة تستخدم ال AI لتحليل البيانات للموظفين، بتتوقع معدلات الاستقالة اللي ممكن تحصل. فتخيل كده إنك ممكن تعرف مين ممكن يسيب الشركة قبل ما هو نفسه يعرف. هي دي مش خرافة ولا أي حاجة، دي قوة البيانات والتحليل الذكي. خلينا بقى ندخل في العملي شوية، وإيه أهم الأدوات اللي بتحول ال HR leader للشريك استراتيجي فعلا. أولا التحليل التنبؤي أو ال Predictive Analytics، والأداة دي بتستخدم بيانات الأداء والغياب والرضا الوظيفي علشان تتنبأ مين ممكن يقل إنتاجه أو ممكن يسيب الشركة. ميرسر 2025 عملت تقرير بتقول إن الشركات اللي استخدمته وفرت أكتر من 2 مليون دولار سنويا من تكاليف الاستبدال والتوظيف. تاني حاجة Robotic Process Automation RPA، ودي بتخلي المهام الروتينية تمشي أوتوماتيك زي تحديث العقود، إرسال إشعارات التدريب، متابعة المواعيد. وده بيوفر وقت ضخم جدا للمدير عشان يخليه يركز في التخطيط بدل التنفيذ. تالت حاجة ال AI Recruiting Tools زي IBM واتسون والساب سكسس فاكتور. الأنظمة دي مش بتفرز السيفيهات بس، لكن بتحلل طريقة كتابة الكانديديت، نغمة كلامه، وتقارنها بثقافة الشركة علشان تقيم مدى ملائمته للشركة ولا لا. رابع حاجة الداشبورد والبي اي تولز زي باور بي اي وتابلو، اللي بتحول بيانات موارد البشرية إلى قرارات لحظية زي ال ROI ومؤشر رضا الموظفين. كل دي أدوات بتخلي ال HR يلبس نظارة جديدة ويشوف بيها الأرقام مش كأرقام، لكن كرؤية استراتيجية. لكن خد بالك، كل الأدوات دي ملهاش قيمة لو الفريق ما طورش نفسه. كل التقارير اللي قريتها أكدت على 4 مهارات أساسية. أول حاجة الفهم التحليلي للبيانات، فمش مطلوب منك إن أنت تكون مبرمج، لكن لازم تفهم الرقم معناه إيه في الواقع العملي. تاني حاجة مهارة التواصل والتأثير، فأنت ال HR leader دلوقتي لازم يعرف يشرح رؤيته بالأرقام والنتائج، مش بالكلام العام أو بالشعور أو بالإحساس. وتالت حاجة الوعي بال AI ethics، وده كان موضوع حلقتنا اللي فات، وهقول لك باختصار إن أنت لازم تكون عارف إمتى توقف السيستم أو تراجع قراره لو حسيت إن في تحيز. رابع حاجة تفكير استراتيجي، ال AI بيجمع البيانات، لكن مهمتك إنك تربطها بأهداف في الشركة الكبيرة. وده اللي بيفرق بين مدير ال HR وشريك استراتيجي بال AI. وده كان الجزء الأول من التحول الكبير من HR مانجر لشريك استراتيجي مدعوم بال AI. في الجزء التاني من الحلقة هننزل أكتر في العمق العملي، وإزاي نبدأ فعلا نطبق ده خطوة بخطوة مع فريقك، وأمثلة حقيقية من الشركات اللي نجحت في التحول ده. فاعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، واكتب لي في الكومنت رأيك في التحول ده. هو أنت شايف نفسك جاهز تكون جزء من الموجة دي ولا لأ؟ أنا أحمد سامي، وده مشروعنا سوا إن إحنا نخلي الموارد البشرية أذكى وأسرع وأربح. سلام.